مساء الفل. اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. طبعا الناس اللي بتقول فين بديل الشناوي؟ اين بديل الشناوي؟ طيب مصطفى شوبير، عندك حمزة علاء اللي واخد احسن حارس في المنتخب الاولمبي السنه اللي فاتت في كاس الافريقيه، ومصطفى مخلوف حارس مرمى منتخب الشباب. طب انت لو ما اديتش فرصه للشباب دي هتديها امتى؟ بعد سن ال 30 وبعدها ولا ايه؟ ده انت عندك ياسين بونو لما كان بيلعب في اشبيليه كان عنده كام سنه؟ كان عنده 22 سنه. كورتوا لما كان بيلعب في تشيلسي كان عنده كام سنه؟ واتلتيكو لما راح ريال مدريد. الناس دي بتفكر ازاي؟ مع الاحترام الكامل لاداره النادي الاهلي، لكن انت لو ما اديتش فرصه للشباب دلوقتي هتديها امتى؟ وتيجي بعد سنتين تقول لك الخبره. طب انت كده كده لازم تدي خبره للشباب دي. كده كده محمد الشناوي ممكن احتمال كبير يمشي في الصيف الجاي. يعني انت هتدي الخبره امتى؟ طيب البديل هو محمد بسام 99 و9 عفوا 99 و9 من 10 هيكون في الاهلي. الاثنين الناديين يعني في ترحاب شديد. هيبقى في صفقه تبادليه، حمزه علاء او مصطفى مخلوف هيكون في الصفقه، واحتمال احمد عبد القادر. يعني الموضوع منتهي، ومحمد بسام بيضغط ضغط شديد على اداره سيراميكا. يعني الموضوع منتهي من الاخر. ده اللي عندي دلوقتي. اشوفه فيديو جديد. سلام.